هو انت مين اصلا عشان ما يعجبكش عمل لنجيب محفوظ؟ ما ينفعش تكون قارئ شاطر من غير ما تقرا لنجيب محفوظ. او الكلام ده بقى اللي كان بيخوفني من قراءة اعماله. اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست كلام في الكتب. النهاردة هتكلم عن تجربتي المتواضعة مع عالم نجيب محفوظ. مش عايزة حد يتصدم من المعلومة اللي هقولها. انا اول رواية قريتها لمحفوظ كانت من 4 سنين تقريبا، والسبب اللي خلاني اتأخر في قراية أعماله هي حالة الخوف والرهبة من إني ممكن أقرأ ومفهمش هو عايز يقول إيه. صراحة كنت بحسه مكلكع ومعقد مش فهم بسهولة، وده بيرجع لإني حاولت أقرأله قبل 15 أو 20 سنة يمكن. فاكرة كويس الكتاب، كانت مجموعة بيت سيء السمعة، لكن ما شدتنيش إني أكملها. بعد كده مشيت في عالم القراءة حبة حبة على مدار السنين اللي فاتت، وقريت لناس كتير، عرب وأجانب. لكن كنت بحس لما بشوف رواية أو فيلم مقتبس من رواياته إن في حاجة ناقصة. إزاي ما كنش يعني قريت ليه على الأقل أشهر أعماله؟ ده حتى عيب على برستيج القرائي قدام الزملاء القراء يعني. فمن باب إسقاط الفريضة القرائية على مضض رحت أسمع أشهر رواية ليه. أسمع مش أقرأ. أصل أنا كنت خايفة الصراحة، فرحت سمعت رواية أولاد حارتنا على أحد تطبيقات الكتب الصوتية، واتصدمت من اللي سمعته. أولا الرواية دي عليها جدل كبير جدا، وتسببت للراجل في مشاكل ملهاش أول من آخر. وده يرجع إن كتير فسروا الرواية من جانب ديني مش سياسي أو فلسفي زي ما محفوظ كان عايز يوصل رسالته. أنا كشخص عاشق للفن بشوفه يحتمل التأويل. وبعد ما قرأت سمعت الرواية، لمست جزء من الجانب الفلسفي اللي كان محفوظ عايز يوصله، ودورت كتير عن تفسيرات وتحليلات كل قارئ للرواية. وكان معظم الناس مش شايفين غير الطبقة السطحية من الرواية اللي كان الجدل حواليها مستمر. أنا كمان بعترف لما قريتها ما شفتش غير التفسير الشائع ليها، لكن بعد فترة كده وأنا بقلب القصة في دماغي وربطتها بالفترة الزمنية اللي اتكتبت واتنشرت فيها، فكرت في شخصية الجبلاوي واللي زيه، وعرفت إن المعرفة والوعي العام هما السبيل الوحيد اللي ممكن يخرجنا من بقعة الشر والظلم اللي دخلنا فيها الجبلاوي واللي زيه. عشان كده تلاقي مع مرور الزمن الحالة التعليمية بعافية شوية. محفوظ صراحة كان قروبة، وكان عارف إن حارتنا مشكلتها فعلا النسيان، ويعيش الجبلاوي ويموت الجبلاوي ونتحسر عليه ونحن لأيامه. بننسى كتير احنا. بعد ما خلصت أولاد حارتنا وكانت تجربة موفقة يعني، ومنحت تجربتي القرائية 4 من 5، خفت حالة الخوف والرهبة من قراءة أعماله. رحت بقى قريت إيه؟ قريت المجموعة القصصية الحب فوق هضبة الهرم، وهي عبارة عن 8 قصص، في منها الرومانسي والاجتماعي وحتى الفانتازي، زي قصة السماء السبعة اللي بتتكلم عن تناسخ الأرواح، وهي قصة جميلة جدا على فكرة. قصة الحب فوق هضبة الهرم بتحس إنه الراجل عايش معانا. أنا أصلا بحب الفيلم اللي كان من بطولة أحمد زكي، ولما قريت القصة لقيتها عظيمة وممتعة جدا. اللي بهرني في المجموعة هو إن القصص جديدة، وأحداثها بتدور في مدن ومشاكلهم مشاكل معاصرة، مش زي ما هو معروف عن محفوظ دايما بين قوسين الحارة المصرية والزمن القديم والحرافيش والكلام ده. برضو دي كانت من الحاجات اللي بتقفلني من أعماله، واللي تسبب في الصورة النمطية دي حاجتين. أولا أفلام السينما المقتبسة عن أعماله، آه، تاني حاجة تصدير إن عظمة نجيب محفوظ بس في الحرافيش والثلاثية وأولاد حارتنا. أنا عارفة إن محفوظ نفسه هو أقرب عملين ليه هما الحرافيش والثلاثية، لكن أنا بشوف الراجل ده يعني بعد ما قريت الحب فوق هضبة الهرم والحاجات اللي لسه كمان هقول لكم عليها، الراجل ده عالم متكامل وفيه شخصيات كتيرة. يعني من الظلم ان احنا نحطه بس في الحتة دي. إن القصص بتبقى معقدة وفيها فلسفات تقيلة قوي. وهكلمكم عن
رواية يعني غيرت نظرتي كليا لمحفوظ، وبقى انه عادي بقى اقرا له في اي وقت. رواية السراب، وبطلها كامل رؤبة. الاسم يعني مميز جدا. اللي قرا المحفوظ عارف ان اسماء الشخصيات بتلعب دور كبير جدا في شرح المغزى من ورا دوافع الابطال وايه اللي بيحركها. هنا محفوظ بيمارس بكل فن وبراعة تشريح النفس البشرية من خلال شخصية كامل اللي عايش صراعات نفسية بتوصله المأساة في النهاية. انا بحاول ما احرقش اي حاجة رغم ان السينما المصرية مشكورة، يعني بشوفها لحد كبير بوظت كتير من اعماله، بس اكيد السراب مش من ضمنها طبعا. نيجي للعمل اللي بعده، وهي رواية حديث الصباح والمساء، والمرة دي خاب املي للأسف. والسبب كان اني لما شفت المسلسل المقتبس من الرواية حبيته قوي، وبسبب الشخصيات الكتير افتكرت ان الرواية هتكون عمل ضخم زي الثلاثية كده او اضخم كمان ومكتوب على اجزاء، لكن اتفاجئت انها 190 صفحة بس، والشخصيات محطوطة بالترتيب الابجدي لاسمائها. المسلسل افتكر كان فيه 3 اجيال تقريبا، اما الرواية فكانت 5 اجيال لو ما كنتش غلطان. اكتر شخصية كنت عايزة اعرف عنها حاجات كتير كانت جليلة اللي لعبت دورها عبلة كامل في المسلسل. في اقتباسين عجبوني قوي في الرواية دي. اول اقتباس هو اصحاب المصالح لا يحبون الثورات، والاقتباس التاني ما الحيلة امامنا رجل يدعي الزعامة وبيده مسدس. ربما يكون المغزى اللي كان قصده نجيب هو تشابه أحوال العباد المصريين رغم تعاقب الجبلاوي، أقصد الأجيال. نأتي للعمل اللي بعده. أنا بعتبرها من الروايات المظلومة لنجيب جدا. كتير من القراء شايفينها رواية سطحية وركيكة وسقطة في تاريخ محفوظ. الرواية اللي أقصدها هي الحب تحت المطر. الرواية باختصار بتأرخ لمجتمع ما بعد النكسة. شعب كان عنده تطلعات كبيرة، في لمح البصر كل حاجة ضاعت. فشباب ومفكرين وبنات المجتمع ده هيفكروا ازاي ويتصرفوا وفقا لأي مبدأ. كل شخصية في الرواية بتتوجه في ناحية. في شخصيات عمرك ما هتصدق انها كانت موجودة اساسا، وفي شخصيات هتلاقوها شبه حد تعرفوه. اقروا الرواية دي وهتلاقوا ان الفرق مش كبير قوي بين زمان ودلوقتي، كأنك بتتفرج على فيلم وثائقي بيعرض لك حال وأفكار المجتمع في الوقت ده. كتير كانوا زي المحامي حسن حمودة وزي المصور حسني حجازي، اللي ممكن ناس ما تشوفش انه شرير في تصرفاته، لكن أفكاره وطريقة حياته فتحت أبواب جهنم على ناس تانية في الرواية. قليل جدا ما هتلاقي شخصية زي إبراهيم. ركزوا في الاسم ودلالته. عايزة اوضح حاجة. النسخة اللي قريتها للرواية كانت من اصدار ديوان. انا بقول المعلومة دي ليه؟ لان النسخ اللي في دور النشر التانية كان في حوارات على لسان بعض الشخصيات كانت محذوفة. الحذف ما كانش لأسباب جنسية لا سمح الله، لكن لأسباب سياسية ربنا يكفينا الشر. طيب، المجموعة القصصية اللي هتكلم عنها دلوقتي تعتبر مفاجأة بكل المقاييس. نجيب هنا بيدخلنا عالم الفانتازيا بكل تقله، فانتازيا ورمزيات هتخلي أدخن تخين من قراء محفوظ يشد شعره، لأنه أكيد في قصة أو قصتين مش فاهم إيه المغزى من وراها. عارفين انتوا الحالة الهاروكية المركمية اللي بتحصل لنا لما نقرأ أي عمل لهاروكي؟ يعني عندك مثلا في أول قصة في المجموعة، عريس وعروسة بيدخلوا شقتهم وبيلاقوا اكتشفوا ان الدادة اسمها ام عبد الله مش موجودة، اختفت، وبيلاقوا بدلها ابنها عبد الله اللي ما بيعملش حاجة خالص غير انه بياكل ويشرب ويستهلك موارد. حالة من الفوضى، وناس بتيجي وناس بتروح، وحاجات في التلاجة وحلة محشي بايظة انا مش عايزة اتكلم في تفاصيل عشان ما يبقاش فيه حرق. المجموعة اللي انا بتكلم عنها اسمها شهر العسل، مكونة من 7 قصص، ورقم 7 هنا ليه دلالة معينة. حاسة ان انا عاملة زي الجماعة المجانين اللي هم بيقعدوا يحللوا في مؤامرات وفي حاجات، بس يعني هو محفوظ كله رمزيات. يعني الغرض من المجموعة دي كان نقد حدث تاريخي معين واشخاص معينين.
أنا حبيت قصة شهر العسل وفنجان شاي وموقف وداع. من الروايات اللي عجبتني جدا واديتها 5 من 5 برضو هي رواية بداية ونهاية. وشخصية نفيسة بالذات حبيتها قوي وزعلت عليها وزعلت أحيانا منها. رواية زقاق المداء برضو حلوة، بس النهاية فيها بتختلف عن نهاية الفيلم، حتى طبيعة البطلة نفسها مختلفة. وكمان في شخصية ثانوية عندها ميول جنسية في الرواية، لكن في الفيلم ما ظنش انه كان فيه تصريح او حتى تلميح. مش فاكرة ان الفيلم انا شفته اخر مرة من زمان قوي. سريعا كده هقول الاعمال اللي قريتها المحفوظ برضو. الكرنك صراحة حبيت الفيلم اكتر. قلب الليل بعتبرها رواية فلسفية عظيمة وحجمها صغير يعني. اللص والكلاب الفيلم كان مخلص جدا للرواية على ما اتذكر. حضرة المحترم في مسلسل مقتبس عنها على فكرة، بس لسه ما شفتوش. والرواية انا فاكرة البدايات بس، رغم ان انا قريتها من فترة قريبة نسبية، بس معرفش طارت من دماغي على طول. واخيرا ثرثرة فوق النيل، ودي برضو رواية اجتماعية وفلسفية مهمة. يعني تقدروا تقولوا كده مجمل قراءات الأعمال محفوظ 14 عمل تقريبا. ايه بقى الأعمال اللي ما ظنش اني ممكن اقراها لنجيب ابدا؟ هقول لكم بصراحة. اولا ثلاثية القاهرة، اللي هم بين القصرين وقصر الشوق والسكرية. انا يعني شفت الافلام المقتبسة من الرواية وما عجبتنيش، والاجواء نفسها ما حسيتش انها بتستهويني. كمان انا عندي مشكلة. الروايات اللي بتبقى على اجزاء، انا ممكن اقرا جزء السنة دي، الجزء اللي بعديه احب اقراه يعني ممكن بعد كذا سنة مش على طول، بيبقى فيه كده مسافة بتخليني انسى تفاصيل الجزء الاولاني. كمان انا مش من هواة القاهرة قوي، ولا الاجواء اللي هي القديمة، اللي هو الاجواء دي مش جوي. اوكي خلاص. برضو عبث الاقدار ورادوبيس والحاجات الفرعوني مش جوي برضو. الحرافيش احيانا شيطاني القرائي بيوزني اني اقراها، يعني احتمالات ان انا اقراها وما اقراهاش 50-50. طب ايه الحاجات اللي احب اقراها قوي لنجيب محفوظ؟ افراح القبة، ميرامار، الطريق، خمارة القط الاسود، همس الجنون. شوف اي حاجة الا الثلاثية بالله عليكم. في النهاية لما سألت الاصدقاء والمتابعين عندي على السوشيال ميديا عن نجيب محفوظ وهل هم بيحبوه ولا شايفينه كاتب عادي، اختلفت الآراء بين اللي كان بيعشقه بجد وبين اللي شايفه عادي أو لسه ما قراش ليه. لكن كان صعب قوي تلاقي إن في حد كرهه، بل على العكس كان في قصائد حب وتبجيل للأديب العظيم اللي رسم مصر من خلال كلماته وجسد حقب زمنية على هيئة قصص وشخصيات. العجيب إن محفوظ في فترات معينة من حياته الأدبية، وأكيد قبل نوبل يعني، ما كانش متقدر كفاية، وكانت روايات إسماعيل ولي الدين مثلا بتتباع أكتر من روايات نجيب. وكأنه طبع إننا ما نديش الحاجة حقها إلا بعد فوات الأوان، زي ما هو طبع إن آفة حارتنا النسيان. وبس كده. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وما كنتش طولت عليكم. يلا باي باي.